أهلا بيك في القناة بتاعتي Learn English with Maggie. اتعلم إنجليزي مع ماجي. هاي، أنا ماجي وأنا English Instructor بقالي كده 10 سنين. معايا واحدة من أهم الشهادات التيتشنج اللي هي سالتا من كامبريدج يونيفرسيتي، ده غير شوية شهادات تانية. وعلشان في الأساس أنا مش خريجة آداب إنجليش أو تربية إنجليش أو حتى أي دراسة بالإنجليش، دراستي طول حياتي كانت بالعربي، فأنا فاهمة كويس قوي الستراجل بتاع الناس لما بتيجي تتعلم إنجليش. هل لأن أنا ما درستش بالإنجليش أنا مستواي قليل؟ لا، أنا معايا آيلتس 8.5 وده الأوفرول، وده نفسه كان السكور بتاع السبيكينج بتاع المهارة بتاعة التحدث في امتحان الآيلتس، أنا جايبة فيها 8.5. وبالمناسبة دي واحدة من الشهادات اللي معايا في التيتشنج هي How to Teach IELTS أو إزاي تدرس IELTS. اتعلمت انجلش ازاي ووصلت للمرحلة دي حاجة نتكلم عنها بس بعدين مش دلوقتي، علشان الفيديو دوت هو مش عني لكن هو عن قد ايه القناة دي ممكن تساعدك، وان انا بتكلم عني ده بس علشان اقولك ان انا كواليفايد كفاية ان انا اقدر اساعدك. القناة دي هتقدم لك ايه؟ في القناة دي هقدم لك كورسز كاملة هنعمل فيها بالانس، هنعمل فيها توازن ما بين اليوتيوب ستايل، الستايل بتاع الفيديوز بتاعت اليوتيوب، وفي نفس الوقت الستايل بتاع classroom like experience. يعني ايه؟ يعني هخلي بعض الفيديوهات تكون شبيهة للي بيحصل في الكلاسروم، وده علشان انقل خبرتي للناس. واي حد عنده مشكلة مع الانجليش ومش عارف ان هو يروح ياخد كورس بسبب ان هو عايش في مكان بعيد عن الاماكن اللي بتدي كورسز كويسة، أو لأي حد ما عندوش القدرة المالية إن هو يقدر فعلا يدفع فلوس لكورس محترم، يقدر يلاقي دوت for free بالمجان على القناة دي. القناة متقسمة لمجموعة من السلاسل أو بلاي ليست، كل سلسلة فيهم هنتكلم فيها عن حاجة محددة. أول حاجة هي الأمريكان أكسنت، اللكنة الأمريكية، هنتكلم عنها بالتفصيل وهوريك إزاي تتدرب عليها بكل التفاصيل بتاعتها. فدي هتكون البلاي ليست أو السلسلة بتاعت كورس الصوتيات. طبعا أنا قلت لك إن أنا كمان IELTS teacher، فهنتكلم طبعا عن الآيلتس وهديك كل حاجة ليها علاقة بالآيلتس كأنه كورس تحضيري كامل متكامل. هديهولك كمان بصورة فعليا أعمق بكتير قوي من اللي أي حد بيديها في أي كورس، ومن اللي أنا نفسي كنت بديها في كورس علشان خاطر ما كانش فيه وقت إن أنا أدي كل حاجة بالصورة دي. فهيكون فيه سلسلة كاملة أو بلاي ليست كاملة للأفكار والكلمات الخاصة بالمواضيع المختلفة بتاعة الآيلتس، لأن ده واحد من التشالنجز اللي بتقابل ناس كتيرة قوي، إن هي تبقى أصلا عارفة عن المواضيع اللي بتجيلها في الرايتنج، لأن الموضوع فعلا واسع جدا. هنعمل كمان بلاي ليست عن الرايتنج تاسك 2، هوريك موديل انسرز، هوريك كل حاجة ليها علاقة بإزاي تكتب الرايتنج تاسك 2 بصورة تخليك تجيب 7+، أو معنى صح إني أساعدك إنك توصل لمستواك الحقيقي في الرايتنج، لأن هو فعلا يبقى C1. هنتكلم كمان عن writing task 1 إذا كان academic أو general training، وبرضو في كل حاجة هوريك model answers كتيرة جدا. هساعدك كمان في listening و reading بالتأكيد، وطبعا speaking. هنتكلم عن vocabulary، هنتكلم عن expressions، هنتكلم عن ازاي تقدر ان انت تمتحن speaking وتجيب اعلى باند ممكن، ويكون فعلا again هركز على ده طول الوقت ان مستواك فعلا يكون عالي. نتكلم بقى عن المستويات العادية. المستويات بتاعت الانجليش متقسمة على حسب البريتش كونسل ل 24 مستوى. ال 24 مستوى دولت ممكن يتقسموا في المطلق ل3 مستويات. أول واحد اللي هو البيجانر المبتدئين، تاني واحد الانترميديت المتوسط، وتالت واحد الادفانسد. ال 24 مستوى دولت بيتقسموا على ال3 مستويات الأساسية دولت. فأنا هعمل بلاي ليست أو سلسلة لكل واحد فيهم، هنتكلم فيهم بالتفصيل عن كل مرحلة فيهم. طيب انت مستواك فين؟ انت اصلا معرفتك بالانجليش هي كانت شوية سطحية، وحتى امتحانات المدرسة كانت مش احسن حاجة بالنسبة لك. فساعتها انت هيكون انسب لك ان انت تروح على السلسلة بتاعة البيجانرز بتاعة المبتدئين وتذاكر من هناك. فيها انا هتعامل معاك على اساس ان انت ناسي كل حاجة او كأنك متعرفش اي معلومات خالص عن الانجليش، فالموضوع شوية ممكن يبقى ممل لو انت ده مش مستواك. طيب لو انت عندك خلفية كويسة بس ناسي حاجات كتيرة لكن مش ناسي كل حاجة، وكنت في المدرسة كنت فعلا شاطر إلى حد ما في الإنجليش ومش كارهه، لأن في ناس كارهاه، ساعتها مستواك هيكون الانترميديت، اللي هو الناس اللي عارفة شوية وبتتكلم حاجة خفيفة بس بتعمل ميستيكس كتيرة قوي. فنتكلم مثلا عن حاجات زي الميستيكس بتاعة المضارع البسيط، زي الناس بتعمل ميستيكس زي مثلا I'm like بدل ما تقول I like، أو تستخدم present perfect
المضارع التام وتستخدم معاه كلمة تحدد الزمن. يعني مثلا تقول last weekend I've traveled to Alexandria، فبدل ما تقول I traveled تقول I've traveled. لو انت عارف اللي انا بقوله ده وبتعمل فيه mistakes يبقى انت مستواك intermediate، مستوى متوسط. لو انت عارف اللي انا بقوله وما بتعملش فيه mistakes فانت كده في المستوى الادفانسد. هنا بقى هنتكلم عن الجرامر اللي فعلا يخلي اللغة بتاعتك sophisticated، يصحح المستيكس على المستوى الادفانسد مش على المستوى الانترميديت او beginner. وطبعا في المرحلة ديت لازم نتكلم عن vocabulary كتير جدا و expressions كتيرة جدا مناسبة للمستوى بتاعك. في الاساس بقى عشان خريجة بيزنس واشتغلت كمان شوية في شركات وكمان درست لناس كتيرة قوي بيزنس انجلش، فالبيزنس انجلش هو كمان ليه بلاي ليست لوحدها هنتكلم فيه عن ازاي تكتب ايميلز، هنتكلم فيه كمان عن الاكسبريشنز والايديومز اللي انت ممكن تكون محتاجها للبيزنس انتراكشنز او تعاملات بتاعه البيزنس مع اللي حواليك. ففعلا لو تابعت القانون وذاكرت الحاجات اللي انا هقدمها لك اقدر اوعدك بان مستواك هيختلف تماما عن ما كنت عليه. في الاول وفي الاخر في الوقت الحالي انا مش بدي كورسز، انا مش عامله دوت كنوع من انواع الماركتينج، انا عامله دوت كنوع من انواع ان انا بشارك مع الناس اللي انا اتعلمته في الرحلة بتاعة ال10 سنين اللي أنا اتعلمت فيهم تيتشنج، وفي الرحلة بتاعة الزيادة عن 20 سنة اللي بذاكر فيهم إنجلش. وفعليا كنت بذاكر إنجلش زيادة عن 20 سنة، بس again لما يجي وقت وهنتكلم في ده. فما تنساش تعمل اشتراك سبسكرايب، وما تنساش انت تعمل شير لو أي فيديو عجبك، وبرضه لو حاجات عجبتك اعمل لايك علشان تساعدني ان انا اقدر اوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. I'm looking forward to seeing you around and thank you for watching.